أيضا بقية الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار دخول المنزل. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء عجيب يحرمه كثير من الناس جهلا منهم أو تهاونا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته، لاحظ كيف، فقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. لاحظ كيف، مجرد أنه قال بسم الله حينما أدخل رجله اليمنى خلاص الآن يطرد الشيطان منه. قال: فإذا قدم له الطعام فقال بسم الله، قال الشيطان لجنده: لا مبيت لكم ولا عشاء. ومعنى الحديث، بل في نص الحديث قال: وإذا دخل البيت فلم يسم الله في دخوله ولا عند طعامه، قال الشيطان أول ما يدخل قال: أدركتم المبيت. لاحظ كيف. فإذا جيء له بالطعام فلم يسمي قال: أدركتم المبيت والعشاء. الله أكبر. نسأل الله العافية. حسبك شرا ببيت يكون الشياطين شركاء أهله في طعامهم ومنامهم ومبيتهم. سبحان الله. ولهذا ينبغي أن نحرص على الأذكار، وخاصة أذكار دخول المنزل وأذكار الخروج منه. أيضا في الخروج من المنزل سبحان الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناداه مناد من السماء أن هديت وكفيت ووقيت. لا إله إلا الله. شوف سبحان الله، هذه الكلمات الثلاث، هديت يعني هديت إلى رشدك وما في صلاح أمرك في الدنيا والآخرة. قال أن هديت وكفيت، أي كل ما أهمك من أمور الدنيا والدين كفيت إياها من الله عز وجل، ووقيت أي من كل الأسواء والحوادث ومن كل ما تخاف شره وسوء عاقبته. قال: وتنحى عنه الشيطان، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ابتعد، هو الآن في حماية الله لا يستطيع أن يقربه. قال: فيلقاه شيطان آخر فيقول له: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني ارفع يدك لا تحاول، هو الآن في حماية الله، في حفظه، في ذمته. لكن كم يحرم كثير من الناس من هذا الخير يا أخي، مع أنه يعني كلمات ما تأخذ منك ربع دقيقة، وبها حمايتك وإسعاد قلبك والدفاع عنك ووقايتك من كل الأسواء والحوادث والشرور التي ربما تقع لك.